أهلًا وسهلًا بالوريضات، بالغزالات والنويويرات ديال القناة، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي أن أموركم كل الغزالات تكون بخير وعلى خير، وأنكم تكونوا دائمًا في أحسن الأحوال، وكيف العادة ندوزو نصليو على سيد الخلق وندو أجر كاملين إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم الغزالات فيديو جديد كله طاقة إيجابية إن شاء الله، غادي نخرجكم معايا اليوم، غادي نساليكم واخا غير من ديوركم، نشوفوا الجديد ونشوفوا أشنو كاين. مرة ضروري نخرجوا يا اختي من الدار ونشوفوا شنو كاين، نبرقوا ولا كاين شي ما يتبرقق، نقلبوا شنو دخل. المهم ما نبقاوش جالسين على الدار والشقا والولاد، المهم ضروري هكا مرة نيشو على شي حاجة، نخرجوا نجيبوا دويرة نبدلوا الجو شوية. قبل ما نخرج البنات غادي نشارككم هاد الديكور اللي غادي نبدلو، أنا وهاد الديكورات اللي عندي في الدار كل نهار دايرين نعاودو ونرجع، كنخلي شي حاجة ثابتة في بلاصتها أكثر من شهر ولا 20 يوم، ودي لا كثرت. دائمًا عزيز عليا التغيير ونبدل ونقول حاجة من هادي نهزها من هنا نديرها هنا، هاكا باش كنلقى راحتي وكنرتاح كنكسب راحة نفسي. والله العظيم الغزالات دائما التغيير كيعطي واحد النتيجة زوينة بالنسبة للنفسية. كما تشوفوا الغزالات هاد المحيبق هو اللي كنت نقلت من داك البلونط اللي كنت خديت شحال هذا وتبارك الله كبر وتفرع ودار عرش طوالين. نقلته درت فيه هاد الصغيور، وبالنسبة لهاد السيبوغ هادي اللي درت فيها هاد المحيبق كنت خديتها تقريبا البنات شي عام. الثمن ديالها كنت خديتها تقريبا بشي 5 اورو، وصراحة صدقت غزالة وفنة وكتعطي واحد النظرة زوينة في الديكور. وحتى ديك الطبيلة اللي في البيت كنت خديتها حتى هي من نفس البلاصة اللي خديت منها داك السيبوغ. حتى هي ما عقلتش على بالضبط الثمن ديالها، واش 5 اورو ولا 7 اورو ولا 8 اورو. المهم الثمن ديالها ما كيتعداش 10 اورو. شوفوا شوفوا المنيضرة الغزالات كيفاش جا. صراحة عجبني الديكور، كتجي بحال ديك اللواية هابطة. دائما التغيير زوين في الدار، في اللبس، في الديكور، في الاكل، في اي حاجه. الا كنتي كتعتمدي التغيير في حياتك غتكوني مرتاحه نفسانيا. وهنايا الغزالات كيف ما قلت لكم، يلا معايا نتساراو يا اختي ونبدلوا الجو شي شويه. واخا الشتا كتصب ضروري نخرجوا. هنايا الغزالات كما كتشوفوا عرفتوا مع الدخله لقيت هاد الكوليكسيون ديالينا كلها في هاد اللون. في الفيولا تبارك الله، عرفتوا واقيلا كنظن هاد اللون هو اللي دارج هاد العام في الموضه. نشوفوا تبارك الله على كبابط كيفاش دايرين بالكسيوات ديالهم تبارك الله من التحت. شوفوا هاد البيسه هادي حمقتني، قلت ضروري نحلها ونوريها لكم عن قرب باش تشوفوا هكا الموديل ديالها كيفاش جاي وسميتو. كسوه كتجي طويله من الفوق حتى لتحت وبالكبوطه ديالها، المهم فايته الركبه. البيسه كتجي غزاله وانيقه في نفس الوقت. بزاف ديال هاد الكبابط كما كتشوفوا في هاد اللون، كاين في الغوز، كاين في الحمار، كاين في الفيولا تبارك الله، كاين ما يتشاف هاد العام، كاين الخير موجود. شوفوا لي البنات على هاد السويكات هادو، هاد الكوليكسيون ديال السيكان، شوفوا تبارك الله كيحمقوا. من هاد المغازه من خديت السيكان ديالي عندي تقريبا بحالهم. خديتهم تقريبا شي مده هادي وباقيين كيجيبوا نفس الموديل، صراحه كيحمقوا. شوفوا هاد الشكل هذا داير 22 اورو فاصلة 99، المهم قولي 23 اورو، صراحه غزالين فنين. وكاينين هاد التريكوات الغزالات ديال الخيط هكا بحال شكل بوليرو كديريه من الفوق. وحتى في الخياطة ديالهم كيجيو عراضين ومريحين، كيعطوك الراحة هكا ملي كتلبسيهم. غادي نرجعوا تاني للسيكان، شوفوا هذا الديكور ديال هاد السيكان هادو كيجيو كيوت صراحة، كيجيو فنين وغزالين بالنسبة هكا للبنينات صغار وداكشي. وكاينين كذلك هاد السويكات صغيورين بالنسبة للعيالات اللي سالا والتربية وسالا والرضاعة يا اختي. احسن حاجة بالنسبة لكم هاد السويكات، كيجيو صراحة فنين وانيقين. كقياس التليفون، قياس هكا السويرتات وداكشي. وغادي ندوزو للغزالات لهاد الجناح هذا خاص ديال الطواقي والكشكولات والشاربات وداك الشيء. شوفوا تبارك الله على موديلات فنين بالنسبه للبنيتات صغار هكا، كيجيو بحال شكل طواقي عندهم ودينات الفوق. اما الشاربات وداك الشيء هذاك الشيء تبارك الله حديث ولا حرج، كلشي تبارك الله موجود. ضروري نجي للجناح ديال الديكور كما كتشوفوا. هاد المكازا عمري ما صورت لكم فيها البنات، اول مره غادي نصور لكم فيها. كما كتشوفوا فيها هاد الطبيلات هادو، فيهم الصغير فيهم الكبير، كاينين هكا في البياض، كاينين في الكحل كما كتشوفوا دايرين. بحال هاد التشكيلات ديال الطابلات كيجيو في الصالون، كيجيو كذلك في عند مدخل البيت، في شي قنيته هكا عندك في الدار في لي كولوار. كاينين كذلك البنات هاد الموبلات كما كتشوفوا في البيت، كيجيو هكا في التقنيته ديال الحيط. كيجيو فنين وما كاينش اللي حمقني قد الطبيله هذه اللي في الكحل. كاينه في الكبير وكاينه في الصغير، صراحه حمقتني خلات لي العقل.
وكاينين كذلك الغزالات هاد العلاقات هادو ديال السويرتات هكا تتعلقيها عند المدخل ديال الدار، كديري عليها محيبقات هكا من الفوق، شي ديكوراسيون كيجي زوين، عاطي واحد المنيضر غزاله البنات. كنحاول انايا نوقفها ليكم ولكن ما بغاتش تثبت والو عصبتني. والفراكه هي الغزالات، شكون اللي عنده شي ذكريات مع هاد الفراكه؟ اللي تفكرتها تخلي لي شي تعاليق. صراحة الله يسمح لينا من الوالدين مساكن كانوا دائمًا كيعتمدوها في التصبين، هي الوسيلة الوحيدة اللي كانت عندهم باش يصبنوا الحوايج وداك الشي. الله يطول لينا في عمرهم يا ربي والله يسمح لينا منهم. كما كتشوفوا الغزالات هاد الموبلات، كاينين كذلك هاد الطابلات هادو اللي كيجيو على شكل تقدري توظفيهم في الحمام، غالبًا كيوظفوهم هكا في الحمام، أولا عندك شي بالكو كيجيو واعرين الغزالات في سميتو. كاين كذلك هاد الطاجيرات هادو كيجيو على هاد الشكل، تقدري مثلًا ديرهم على المدخل ديال البيت. كاين كذلك هاد المحابق هادو. بالنسبة للبنات لهاد المحابق تقدري تاخدي سامبل هكا ديال الزاج ولا في الألوان بحال هكا مختلفين، وتقدري تاخدي بحال هاد الملصقات كيف ما دايرين ليهم هما، وتقادي المحيبق ديالك ويطلع لك بثمن اللي رخيص وديكور اللي يكون زوين. كما كتشوفوا بالنسبة لهاد الملصقات راه غير ملصقينهم بالكولا، وبالنسبة لهاد الشكيلات كيتباعوا على الأشكال وعلى الألوان، ويعني حتى بالنسبة للأثمنة ديالهم تقريبا ديك €1 €1.50، يعني ماشي غاليين بزاف. وندوزو للجناح ديال الورد تبارك الله، ها ولا هاد الورد اللي على شكل الريش صراحة هو اللي ولا دارج في الموضة بزاف. وهنايا الحادقات من بعد ما رجعت للدار غادي نشارككم المشتريات ديالي. كما كتشوفوا خديت هاد البانطوفه، ضروري في هاد الوقيته ملي دخل البرد خاصك ضروري شي بانطوفه هكا تسخن لك رجيلاتك هكا للدار. خديتها ب6.50€. وخديت الغزالات هاد الوريضات كما كتشوفوا اللي كيجيو بحال هكا على هاد الشكل. بالنسبه لهاد الوريضه خديتها ب2€. خديتها على هاد الشكل، اللون ديالها خديته يكون قريب شويه لهاد اللون ديال هاد البوكي اللي خديت. كيجي بحال الشكل عواد يابسين، بحال شكل سميتها ديك الدواره ديال الحجر ما عرفتش كيقولوا ليها كاع. المهم يعني هاد الورد راه يابس ولا وركتي عليه راه كيتهرس. بالنسبة للفازة البنات اللي غادي ندير فيه هو هذا. بالنسبة للديكور ديالو جاي بحال شكل ملوي. يعني فيه اللويات بزاف. هذا هو الديكور الاخر البنات كما كتشوفوا. بالنسبة لهذوك الوريضات اللي خديت ب2€ قطعتهم، يعني حاولت نوزعهم من كل بلاصة ندير فيها شوية باش يبان الفاز هكا جاي عامر وعاطي واحد المنيظر اللي زوين. كان هذا هو الشكل ديال الديكور ديال الفاز اللي خديت درتو في هاد التقنيته عند الباب ديال الصالون. إن شاء الله هذه غير البداية الغزالات، مازال إن شاء الله بزاف ديال الديكورات وباقي بزاف ديال الحويجات في راسي غادي نديرهم إن شاء الله. كل حاجة كتجي بوقتها، الإنسان يبدا غير بشوية بشوية، ماشي كلشي كيجي دقة. الإنسان يطلب غير صحيحته وضوء عويناتو ومازال سيدي ربي يحقق لكل واحد كل ما كيتمنى. الإنسان يكون غير قلبه أبيض ويبغي الخير لخوه وللناس اللي دايرين بيه والمحيط ديالو كامل، وسيدي ربي إن شاء الله غادي يعطيه على قد نيته. هنايا الحديقات كانوا عندي هاد الوريضات كنت واخداهم شحال هذا. كل مرة فين كنت كنديرهم غادي نتاما نوظفهم نديرهم هنايا في القنتة. المهم الغزالات خلّيو لي آراءكم في التعاليق، آراءكم كيهموني بزاف، بزاف. صراحة كتشجعوني بيهم، واللايكات ديالكم الغزالات كنتمنى أنكم تخلّيو ليا لي لايكات للفيديو باش هكا الفيديو يطلع شوية. وهنايا الحادقات كان هذا هو الديكور الأخير ديال الفاز ديالنا، جا هو هذا قبال الصالون. كيف ما قلت لكم خلّوا لي آراءكم في التعاليق. ومن بعد يا اختي الخريجة والمسارية والدوران ضروري غترجعي للكوزينة، راه ضروري خاصك طيبي. بغيت شي نهار الثلاث على مرة ما نطيبش ما كاينش. هنايا الخضرات كما كتشوفوا درت ليهم اللحم الراس بالحمص. صراحة هاد الأكلة كتحمقني، وأنا من عشاق هاد الأكلات التقليدية مثلًا الرفيسة، الكسكسو، الكرعين بالحمص، لحم الراس بالحمص، اللوبيا. المهم تقى كاع هاد الأكلات التقليدية صراحة أنا من عشاقها كنحماق عليها. بالنسبة للوليدات كما كتشوفوا درت لهم هنا شوية د الباستا بالكفتة، لأنهم ما غاديش ياكلوا ليا هادشي واخا نديرو ليهم غادي يخلوه. كانت هادي هي الغزالات الغديوة وعشيوة مخلطة. كيف ما قلت لكم ما بقيناش كنتغداو بكري، وليداتي ما كيجوش بكري وكذلك حتى الزوج ديالي تا هو ما كيجيش بكري. وليت كنجمع ليهم كلشي و اون ميم طون كنولينا كنتعشاو بكري باش الانسان هكا ينعس ويصبح مرتاح في المعده ديالو. يعني الانسان كيما تعشى بكري كيما احسن، وبالاخص ولا عندنا النهار قصير يعني الخمسة ولات كتجي فيها الظلمه. صافي الغزالات كانت هذه الغديوه ديالنا، ما غاديش نعاود لكم على الرويحه اللي طالعه منها ماشي هيدكم فيها. بالنسبه للبنات اللي كيتوحموا سمحوا لي بزاف بزاف.
أما الباستا جات فنة، جات غزالة مع هاد الفرماج سخون، كلشي باقي سخون كيما كتشوفوا باقي البخار طالع. وغادي نختموا الغزالات بواحد الكويس ديال اتاي ضروري مع شي أكلة هكا تكون فيها شوية ديال الدسم، ضروري كويس ديال اتاي يكون سخيخن. وبهذا غادي نكون وصلت معكم النهاية ديال الفيديو لهاد النهار، كنتمنى أنه يكون عجبكم وأنكم تكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينة. وواخا ما سخيتش بكم وما سخيتش نبقى نهضر معاكم، كنتخيلكم وانتم جالسين حدايا ومجمع أنا وياكم. هنايا الغزالات غادي نقول لكم بسلامة عليكم، تهلاو في روسكم، عمروا وقتكم بشي حوايج اللي زوينين اللي تقدروا يرجعوا لكم باستفادة في حياتكم. وما تنساوش خوتكم طبعا بلي لايك ديالكم الى عجبكم الفيديو وعجبكم المحتوى ديال القناة، بارطاجيوها مع العائلة والأحباب والصحاب. وبهذا غادي نقول لكم السلام عليكم، تلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، وخليتكم على خير الى فيديو قادم ان شاء الله.